فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. فرجعوا بعد خروجهم إلى حمراء الأسد بثواب عظيم من الله وزيادة في درجاتهم وسلامة من عدوهم، فلم يصبهم قتل ولا جراح، واتبعوا ما يرضي الله عنهم من التزام طاعته والكف عن معصيته، والله صاحب فضل عظيم على عباده المؤمنين. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. إنما المخوف لكم الشيطان يرهبكم بأنصاره وأعوانه، فلا تجبنوا عنهم فإنهم لا حول لهم ولا قوة، وخافوا الله وحده بالتزام طاعته إن كنتم مؤمنين به حقا. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. ولا يوقعك في الحزن أيها الرسول الذين يسارعون في الكفر مرتدين على أعقابهم من أهل النفاق، فإنهم لن ينالوا الله بأي ضرر، وإنما يضرون أنفسهم ببعدهم عن الإيمان بالله وطاعته. يريد الله بخذلانهم وعدم توفيقهم ألا يكون لهم نصيب في نعيم الآخرة، ولهم فيها عذاب عظيم في النار. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. إن الذين استبدلوا الكفر بالإيمان لن يضروا الله أي شيء، إنما يضرون أنفسهم ولهم عذاب أليم في الآخرة. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. ولا يظنن الذين كفروا بربهم وعاندوا شرعه أن إمهالهم وإطالة عمرهم على ما هم عليه من كفر خير لأنفسهم، ليس الأمر كما ظنوا، وإنما نمهلهم ليزدادوا إثما بكثرة المعاصي على إثمهم ولهم عذاب مذل. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. ما كان من حكمة الله أن يدعكم أيها المؤمنون على ما أنتم عليه من اختلاط بالمنافقين وعدم تمايز بينكم وعدم تبين المؤمنين حقا، حتى يميزكم بأنواع التكاليف والابتلاءات ليظهر المؤمن الطيب من المنافق الخبيث. وما كان من حكمة الله أن يطلعكم على الغيب فتميزوا بين المؤمن والمنافق، ولكن الله يختار من رسله من يشاء فيطلعه على بعض الغيب، كما أطلع نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم على حال المنافقين. فحققوا إيمانكم بالله ورسوله، وإن تؤمنوا حقا وتتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه فلكم ثواب عظيم عند الله.
ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ولله ميراث السماوات والأرض، والله بما تعملون خبير. ولا يظنن الذين يبخلون بما آتاهم الله من النعم تفضلا منه فيمنعون حق الله فيها، لا يظن أن ذلك خير لهم، بل هو شر لهم، لأن ما بخلوا به سيكون طوقا يطوقون به يوم القيامة في أعناقهم يعذبون به، ولله وحده يؤول ما في السماوات والأرض، وهو الحي بعد فناء خلقه كلهم، والله عليم بدقائق ما تعملون وسيجازيكم عليه. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق، ونقول ذوقوا عذاب الحريق. لقد سمع الله قول اليهود حين قالوا إن الله فقير حين طلب منا القرض، ونحن أغنياء بما عندنا من أموال، سنكتب ما قالوا من الإفك والفرية على ربهم وقتلهم أنبياءهم بغير حق، ونقول لهم ذوقوا العذاب المحرق في النار. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. ذلك العذاب بسبب ما قدمت أيديكم أيها اليهود من المعاصي والمخازي، وبأن الله ليس يظلم أحدا من عبيده. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم، فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين. وهم الذين قالوا كذبا وافتراء إن الله أوصانا في كتبه وعلى ألسنة أنبيائه ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بما يصدق قوله، وذلك بأن يتقرب إلى الله بصدقة تحرقها نار تنزل من السماء، فكذبوا على الله في نسبة الوصية إليه وفي حصر دلائل صدق الرسل فيما ذكروا. ولهذا أمر الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم: قد جاءكم رسل من قبلي بالبراهين الواضحة على صدقهم وبالذي ذكرتم من القربان الذي تحرقه نار من السماء، فلم كذبتموهم وقتلتموهم إن كنتم صادقين فيما تقولون. فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. فإن كذبوك أيها النبي فلا تحزن، فهي عادة الكافرين، فقد كذب رسل كثر من قبلك جاءوا بالأدلة الواضحة وبالكتب المشتملة على المواعظ والرقائق والكتاب الهادي بما فيه من الأحكام والشرائع. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. كل نفس مهما تكن لابد أن تذوق الموت،
فلا يغتر مخلوق بهذه الدنيا، وفي يوم القيامة تعطون أجور أعمالكم كاملة غير منقوصة. فمن أبعده الله عن النار وأدخله الجنة فقد نال ما يرجو من الخير ونجا مما يخاف من الشر. وما الحياة الدنيا إلا متاع زائل، ولا يتعلق بها إلا المخدوع. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. لتختبرن أيها المؤمنون في أموالكم بأداء الحقوق الواجبة فيها وبما ينزل بها من مصائب، ولتختبرن في أنفسكم بالقيام بتكاليف الشريعة وما ينزل بكم من أنواع البلاء، ولتسمعن من الذين أعطوا الكتب من قبلكم ومن الذين أشركوا شيئا كثيرا مما يؤذيكم من الطعن فيكم وفي دينكم. وإن تصبروا على ما يصيبكم من أنواع المصائب والابتلاءات وتتقوا الله بفعل ما أمر وترك ما نهى، فإن ذلك من الأمور التي تحتاج إلى عزم ويتنافس فيها المتنافسون.